مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو حادق مع المسية. النهارده هنعمل ملوخية خضراء هنجففها في التلاجة. آه يلا نبصوا على الملوخية كده. بصوا الملوخية دي، انا جبتها امبارح، نقيتها وغسلتها وسبتها بايته في التلاجة عشان تصفي المية اللي فيها كلها. الملوخية تنقيها كده. يعني انا بحب اخد الحتة دي من الملوخية علشان تدي عرق. في ناس كتيرة بتحبها فيها العرق ده، وفي ناس ما بتحبهاش. اللي ما بتحبهاش بالعرق هتاخد الملوخية كده. بصوا كده الورق بس، لان الجدر دوت او العرق دوت هو اللي بيدي المطة بتاعت الملوخية، او العرق اللي بيبقى فيها. فاللي عايزة عرق قليل خالص او مش عاوزة عرق تاخد الورقة كده بس في كله، ما تاخدش دي خالص. لكن احنا هنا بنحبها ان هي بتبقى فيها عرق كده. لكن الورق التاني اللي هو الورق اللي هتنقيه لوحده ما يكونش فيه عرق، يعني هو بس العرق ده اللي هتاخديه ده. لكن لو في ورقة تانية تحت هتقطعي العرق بتاعها وتاخدي الورقة بس زي ما خدناها كده. يعني اهو زي دي كده، هي دي واقعة، انا باخدها كده بس. لكن هو باخد بس الحتة ديت يعني. طبعا الملوخية اللي تجففيها لازم تجيبيها خضرة وطازة عشان لونها يبقى اخضر وتفضل خضرة معاكي. يلا بينا بقى على البوتاجاز علشان خاطر نشوف هنعمل فيها ايه بطريقة جميلة يا جماعة، وهتفضل خضرة معاكي من السنة للسنة. بس يلا حبيبتي حطي لي لايك جميل زيك علشان نروح على البوتاجاز على طول. اهو يا حبايبي انا حاطه حله على البوتاجاز. التكه بقى او التركه اللي تخلي الملوخيه خضره معاكي انك ما تحطيش الملوخيه والميه بارده لسه او دافيه. يعني الميه تبقى بتغلي كده، ديت خلاص اهي بتغلي اهي. انتوا عارفين ان انا مخليه الحله ديت علشان خاطر الحاجات اللي بسلقها. يعني انا مخليها لسلق الخضار اللي بجففه او المكرونه. فمش يعني هي قديمه بس مش بعمل فيها اكل يعني يقعد فيها، يعني يا دوبك بسلق فيها وبطلع على طول. الميه غلت، فانا هحط معلقه سكر كبيره كده. هي ما كانتش مليانه، معلقه سكر كبيره. احنا كده كده لما بنيجي نعمل الملوخيه بنحط لها سنه سكر عشان تديها القرشه بتاعتها دي، يعني وتخلي خضرها مظبوط. بس احنا مش هنحط ولا كربوناتو ولا هنحط ليمون ولا اي حاجه. احنا خلاص كده الميه بتغلي، فهناخد الملوخيه ونسقطها في الميه على قد ما الميه تشيل معانا. هتاخد قد ايه في الميه؟ هتاخد غلوه واحده بس، يعني يا دوبك تحسي ان الميه بتغلي. طبعا الملوخيه زي ما قلت لك لو فيها حاجه خضر زرقاء او حاجه مسوده شيليها وطلعيها، عشان احنا هناخد الورق الاخضر عشان في التجفيف يفضل اخضر معانا ما تزرقش. يعني بصي ايدك كده تحرك في الملوخيه اهو، هتقلبي بس اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده. طب احنا هنعمل لها ايه بعد كده؟ هنشوف هنعمل لها ايه عشان نخزنها. بصوا خضرها بيزيد ازاي يا جماعه كده، بصوا خضرها بيزيد ازاي. انا عاوزاها خضرة كده بس يا دوبك، بس ايه، انا ريحتها كلها في الميه. وبعد كده هجيب لها ميه ساقعه، ميه ساقعه فيها تلجه. بصوا يا جماعه انا حاطه لها تلجه اهو عشان احتفظ بخضار الملوخيه. يا دوبك الملوخيه هتاخد غلوه واحده بس اهو. ما ينفعش بقى تشيليها كده ورق منها لنفسها كده في التلاجة، لانك لو شلتيها ورق كده الورق بتاعها هيبقى طري وهيبقى عامل زي الصايص، يعني هتبقى ميه كلها ميه كده، يعني مش اللي هي الملوخيه اللي فيها عرق. لا، اعملي كل يوم شويه، او كل ما تلاقيها قدامك حلوه، يعني هاتيلك كيلو او 2 كيلو لغايه لما تشيلي الكميه اللي انت عاوزاها اهو كده. خلاص هي كده بدات تغلي اهيت الميه، عشان انا حاطه الملوخيه والميه سخنه على طول. هطلع كده الملوخيه على الميه الساقعه على طول عشان احتفظ بخضرها. هكمل بقى انا بقيه الكميه بتاعت الملوخيه بنفس الطريقه اللي انا هحطها في الميه السخنه، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه فيها عشان ما اطولش عليكم. ويا حبايبي انا كده بردت الملوخيه خالص. هاخد بقى منها في الخلاط.
زي ما قلت لك ما ينفعش تتشال كده، لو شلتيها كده زي ما هي مش هتبقى حلوه. لازم تضربيها في الخلاط. وبعد كده تبقي تشيليها في الاكياس على قد الطبيخ اللي انت عاوزاه. اهو انا هاخد منها. طب لو الخلاط ما مشاش معايا، هاخد من الميه بتاعه السلق، مش هاخد من الميه اللي انا مبرده فيها دي، لا هاخد من الميه بتاعه السلق اللي انا حاطه فيها الملوخيه كنت بسلقها. اهو كده احط بقى كده في الخلاط على فكره بيضرب احلى من الكبه. هضربهم عشان الخلاط بعيد عني زي ما هما كده، ولو هما فيهم ميه اهو هضربهم واشوف الخلاط هيمشي بيهم كده ولا لا، ولا يحتاجوا حبه ميه. اهو يا حبايبي انا ضربت الملوخيه. بصوا الضربه دي ضربه خشنه شويه، يعني احنا الى حد ما مش بنحبها ناعمه قوي، يعني بنحبها خشنه شويه يعني. فبصوا دي الضربه دي خشنه شويه، بس بصوا العروق دي قاعده. لو مش هتضايقك في الاكل سيبيها، لكن لو هتضايقك انا لقيتها دي تاني مره، انا لقيتها في المره الاولانيه اهو، بس يعني فرمتها اكتر فالعروق اصلا مش باينه اهي. بس دي نعمت قوي بالنسبه لنا كده، يعني احنا بنحبوها يعني شويه. يعني انا ممكن اضرب شويه ناعمين كده واخلي شويه بردك كده خشنين واخلطهم على بعض، يعني سنه يعني تبقى الدنيا ماشيه، يعني عشان اللي بيحبها خشنه شويه. انا عندي الولاد بيحبوها خشنه شويه. فكده انا هكمل الضرب دول بقى. ممكن ادي دول لفه تاني في الخلاط لان العروق باينه كتير يعني. هديهم لفه تانية بس في الخلاط ضربه واحده كده ثانيه واحده وارجع اخد الباقيين وارجع اوريكم قوامها عامل ازاي. اهي يا حبايبي بصوا خضرها في منتهى الجمال. هتفضل معاكي خضره كده باذن الله لغايه السنه الجايه. انت حتى لو تفضل عندك كيسه والملوخيه الجديده طلعت هتستخسري ترمي الكيسه ديت وهتعمليها بردك لانها هتفضل بنفس خضرها. جربوها بالطريقه دي، اللي تحب تضربها جامد تضربها، اللي بتحبها خشنه تخليها خشنه شويه تضربها ضرب متقطع، اللي بتحبها خشنه شويه تضربها ضرب متقطع في الخلاط. طبعا سميكه جدا. هعبيها بقى دلوقتي، هرجعها تاني كده في الخلاط عشان يبقى سهل عليا ان انا اصبها في اكياس بدل ما اوسخ يعني تاني كوبايه ولا حاجه. كانت مره بعتت لي واحده مشاهده يعني متابعه بتقول لي عاوزه نفسي اجرب الملوخيه المصري. فقلت لها تعالي هنا واحنا ندوقها لك. انا مش فاكره هي من انهي دوله عربيه، بس هما ليهم طرق غريبه في طبخ الملوخيه. في ناس بتعملها بالورق بتاعها كده، مش عارفه ازاي يعني. اهو كيسه اهو هتعبي على قد الطبخه بتاعتك اللي انتي بتستعمليها طب اما اجي اطبخها بقى اعمل ايه لما تيجي تطبخيها؟ ما تخليهاش تفك خالص من التلج وما تخليهاش متلجه. ليه؟ لان هي عبال ما تفك في الشوربه هتلاقي اللي هم فكوا الاول يعني اغمقوا، وعبال ما لسه ما تفك بقيه التلجه اللي انت حطاها او الملوخيه اللي انت حطاها يعني. هطلع كده الهواء واروح ربطه كده من بعيد عشان الكيسه اخليها صغيره كده افردها كده. يعني تيجي تطلعيها من التلاجة هتلاقيها متلجة، تسيبيها كده شوية على الرخامة وتكسري التلج كده بعد ما يفك شوية، وتروحي بقى ايه منزلاها في الشوربة وهي نص فكة ونص متلجة يعني، علشان ما تاخدش وقت في فك الشوربة وكلها تاخد لون واحد. هكمل بقى انا التعبية وارجع لكم اوريها لكم. اهو يا حبايبي انا عبيتهم. مفيش مانع. عايزه الفت نظرك بس الحاجه ان انت تخزني يعني كيسه كبيره شويه وكيسه صغيره شويه. بيبقى فيه لو ما فيش ملوخيه يعني في السوق بيبقى فيه طبعا طبيخ تاني في الشتاء اللي هو قلقاس او بسله. فلو كنت هتعملي طبيخ احمر جنبها ممكن تاخدي كيسه صغيره بدل ما تفكي وتطلعي منها حته وتشيلي الباقي. لا انت عارفه نفسك هتعملي ملوخيه بس يعني وعايزه تسحبي كيس الملوخيه وتعمليه وهو بس اللي هيبقى الاكل او الطبيخ اللي على الرز يعني، خلاص يبقى انت هتاخدي الكيسه الكبيره. انا بعمل كده الصراحه في كل حاجه حتى في الصلصه. ساعات احب اعمل محشي عايزه كيسه كبيره، لا ساعات احب اعمل طبيخ احمر اخد كيسه صغيره بدل ما افك واغلب حالي. فبعمل اكل يعني كيسه كبيره وكيسه صغيره وببقى رصه دول كده يعني، ببقى عارفه رصتهم يعني يا فوق بعض يا جنب بعض، المهم ببقى عارفه اميزهم. طبعا مش عايزه اقول لكم خضارها شكله ايه، جميله بالف هنا وشفا للي يجربها. عقبال ما تعملوا كل سنه وانتم طيبين وبخير، ربنا يملى بيتكم بركه وخير. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك و شير لاصحابكم عشان كلنا نستفاد. كانت معاكم قناه حلو وحادق مع المسيه، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.